بقول لكم ايه، ما تيجي النهارده نعمل وجبه كده خفيفه وسهله ولذيذه وموفره جدا وما بتاخدش وقت، بما اننا الجو حر بقى والواحد مش مستحمل اصلا يخش المطبخ. يلا نقوم بسم الله. ده عندي كيلو من البطاطس وسلقاه، وطبعا انا سلقته معاكم كتير. قطعيها وحطيها في حله وخليها متغطيه بالميه لغايه ما تتسلق كويس، وعايزاها تبقى مسلوقه قوي. وانا بطلعها بقى كده هاخد نسبه ميه خفيفه كده من اللي سلقت فيها، وهبتدي الا انا اهرسها معايا. بلاش ضرب في الكبه، يعني الكبه بتعمل لها عرق كده مش حلو. اهرسيها بمعلقه بشوكه بقى، بهرسي البطاطس براحتك. عندي بقى كده ايه حاجه على البوتاجاز، وفي عليها معلقتين من السمنه، ممكن تعملي بزيت اي ماده دهنيه انت عايزاها. وعندي معلقه توم كبيره مهروسه، وابتدي اللي انا ايه اقلبها في السمنه دي. انا مش هحمرها، انا بس عايزه اطلع الريحه بتاعه التوم بس. ابتدي اقلب بقى فيها كده، وانزل بقى عليها بايه، بالبطاطس اللي انا ايه هرستها معاكم. بجد وصفه حلوه وسهله ولذيذه. بس كده خلاص، التوم هو بدأ ريحته ان هي تطلع، انزل بقى بالبطاطس اللي اتهرست. طبعا انت بقى عايزاها ايه، طبق جانبي طبق رئيسي براحتك. بس خلاص ننزل بالبطاطس اللي معايا اهي، اتهرست وخلاص بقت فل. اهم حاجه رسيها كويس، ما تسيبيش حته مكلكعه فيها. وابتدي انا اقلب عشان مش عايزه التوم بتاعي ياخد لون. هقلبها كويس في قلبيها، وخلي ايه ماده دهنيه كويسه، يعني زياده ان البطاطس بتشرب الماده الدهنيه، والماده الدهنيه بتديها طراوه يعني. بس هي بتاخدش اي حاجه خالص غير الملح والفلفل الاسود بس. البطاطس ما بتاخدش اي توابل تانية ولا بهارات. عندي بقى كده الملح والفلفل الاسود اظبطهم. عندي بقى هنا ايه كمان اللي بيليق قوي مع الثوم هنا، ده بقدونس. الورق بتاع البقدونس بس، مش كتير، حبه صغيرين بس كده، واقلبهم فيها. وهي طبعا مستويه مش هتاخد وقت تاني. يا دوبك ايه لان اقلب بس البقدونس في قلبها كويس، وهقوم طافيه. بص كريميه خالص، ولا حطينا لبن بقى ولا كريمه ولا اي حاجه. والثوم بقى يا جماعه بيديها ريحه حلوه قوي 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 بجد، يعني تفتح النفس. اعملي بقى جنبيها سلطه بلدي او بتنجان مخلل، واحلى غدا. بجد انا بعملها كده ممكن لوحدها من غير اي حاجه تانية جنبها، وجنبها البتنجان مخلل وشكرا. ودي كانت فكرتنا النهارده للغدا. يا رب يكون عجبتكم. سلام.